ليه أدخل كلية خدمة اجتماعية بالتحديد؟ طبعا معظم الناس اللي دخلت كلية خدمة اجتماعية أو ناوية تخش كلية خدمة اجتماعية إما مجموعه ما جابش مجموع كويس، فبالتالي هو حاول يخش أقرب كلية أو معهد عالي يبقى بكالوريوس، أو بالنسبة له كان ناوي يخش كلية تانية ولكن ملحقش يعمل الاختبارات بتاعتها فاضطر يعني آسفا يخش كلية خدمة اجتماعية، أو الظروف حكمت بسبب الظروف الجغرافية وبالتالي دخل أقرب كلية تكون برضه بتدي بكالوريوس، وعمال يلوم في نفسه طول الوقت ويقول أنا الشخص اللي كنت بعمل كذا في ثانوية عامة أخش كلية خدمة اجتماعية، والكلية اللي كنت خايف منها دخلتها، والكلية اللي كانت الناس بتتريق عليها واحنا في ثانوية عامة دخلتها. واكيد انا مش جاي النهارده عشان اعزيك في حالك واقول لك كلام ما يتسمعش، بالعكس تماما. رب ضارة نافعة، ولكن الحمد لله هي مش ضارة ولا ضرة ولا اي حاجة خالص. يعني عايز اقول لك انك دخلت كلية هتستفيد منها سواء في شغلك او حتى لنفسك، ولو انت بنت او حتى رجل او ذكر فبالتالي انت هتستفيد في كل الاحوال، لانك هتدرس مواد كتيرة جدا. حتى لو انت يعني دخلت كلية خدمة اجتماعية او معهد عالي خدمة اجتماعية او حتى اداب قسم اجتماع او حتى دراسات انسانية في الازهر الشريف. تعالوا نبص على تفاصيل الكلية من جوه. اولا المواد، انت هتدرس مواد زي مواد علم النفس وعلم الاجتماع. طبعا هنا لما نتكلم عن علم النفس ما بندرسش علم نفس عام فقط، لا ده انت بتدرس علم نفس باقسامه وبمختلف اشكاله، وكذلك بتدرس علم الاجتماع بمختلف اشكاله زي علم الاجتماع الحضري والريفي وعلم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الاقتصادي وخلافه، من كل الاشكال اللي بتسمح لك انك تدرس الظواهر النفسية وحتى الظواهر الاجتماعية في المجتمع. فبالتالي انت في كل الاحوال هتستفيد، حتى لو ما استفدتش في كليتك هتستفيد لنفسك او لشخصك. وصدقني لو اكتفيت حتى بالمادتين دول فانت فزت والله في حياتك وفي شغلك بشكل عام، لان اكتر مادتين هتستفيد منهم في حياتك وفي شغلك. طب هل هنكتفي بالمادتين دول بس؟ لا قطعا لا. هندرس مادة زي الإحصاء، وحد هيسأل دلوقتي واحنا بنرجع لورا في ثانوية عامة ولا إيه؟ لا طبعا. يعني هندرس الإحصاء، لازمتها هنا إنك لازم تقيس الظواهر الاجتماعية أو الأحداث اللي بتحصل، أو حتى لو أنت كنت باحث فأنت محتاج تستخدم الإحصاء في دراساتك عشان تكون الدراسات موجود ليها شكل إحصائي، وبالتالي تقدر تطبقها أو تستفيد منها. كمان من المواد اللي هتلاقيها في كلية خدمة اجتماعية مادة الشريعة الإسلامية. قد يكون الاسم مفاجئ أو المادة مفاجئة لبعض الناس، ولكن هتجد المادة دي وهتلاقي اللي بيدرسها لك يا إما حد من الأزهر الشريف أو حد دارس شريعة وقانون، فبالتالي هتدرس بعض الحاجات اللي لها علاقة بالدين الإسلامي اللي محتاج إنك تعرفها لنفسك، ومحتاج إنك تعرفها كأخصائي اجتماعي هيبدأ يحتك بالمجتمع، ولازم يكون عنده حد أدنى من المعرفة للدين أو معرفة بأحكام وشرائع الدين الإسلامي اللي من خلالها هتساعدك في شغلك، وكذلك هتساعدك في حياتك وهتساعدك في حياتك سواء المهنية أو حتى الاجتماعية ومع أولادك وفي حياتك بشكل عام. هتدرس مادة اسمها أنثروبولوجيا، وده علم دراسة الإنسان بالتفصيل، كل تفصيلة في حياة الإنسان في مختلف المجتمعات هتدرسها، ودي حاجة لطيفة جدا ومادة هتعجبك. كمان هتلاقي مادة اسمها الاتصال أو وسائل الاتصال، ودي من خلالها هتدرس طرق التعامل مع الآخرين وإزاي تعمل اتصال ناجح مع الآخرين سواء في شغلك أو حتى أنت اشتغلت في أي مؤسسة أو اشتغلت في مدرسة، اشتغلت في أيا كان، أو حتى أنت في المستقبل ما امتهنتش شغل الأخصائي الاجتماعي، فأنت من أكتر الحاجات اللي سوق العمل بيتطلبها إنك يبقى عندك مهارات التواصل أو مهارات التعامل مع الآخرين. ده المفروض هتتعلمه، وهتتعلم بداية من يعني وسائل الاتصال كاملة ومراحل الاتصال وخلافه. مادة جميلة جدا وهتفيدك عاجلا أم آجلا. وكمان هتلاقي مادة اسمها صحة اجتماعية أو صحة إنجابية بمختلف الأشكال بتاعتها. هتلاقي دي بتدرس الظواهر الطبية وعلاقتها بالمجتمع، وقد إيه مهم جدا يبقى عندك دراية طبية أيضا. وهتلاقي كمان مش بعيد اللي بيدرس لك الكلية أو المادة دي، أنا آسف، دكتور من كلية طب أو من تخصص طبي بحت، لأن المادة فيها مصطلحات طبية وفيها دراسة ودراسة لبعض الحاجات الطبية اللي مهم جدا تعرفها كأخصائي. هتلاقي كمان عندك مادة مهمة جدا وهتبقى مادة الكمبيوتر، واحتمال تلاقيها في ال3 سنوات أو 4 سنوات داخل الدراسة كلها، مادة أساسية لا غنى عنها. المفروض في بعض السنوات هتدرس أساسيات الكمبيوتر
الحد الادنى بتاعك. اعتقد كلنا محتاجين ده. وهتدرس بعض البرامج اللي انت هتستخدمها زي البرامج الاحصائيه وخلافه، فبالتالي انت هتحتاج ده جدا جدا، وماده مفيده. لا ننسى ان في مواد كل سنه هتلاقي ماده بالانجلش، يعني دي المفروض ان هي تدعمك وتعلمك المصطلحات بتاعه المواد العلميه بتاعتك. يعني تتعلم ازاي يبقى عندك حد ادنى من المعرفه باللغه الاجنبيه او اللغه الانجليزيه لبعض المصطلحات والتعريفات اللي من خلالها هتساعدك في طرق تعلمك، او حتى انك لو حبيت ترجع لمرجع اجنبي، او حتى تدرس او تقرا او تتعلم، فبالتالي هيبقى عندك معرفه او درايه بمصطلحات كتيره جدا باللغه الاجنبيه. وطبعا هندرس طرق الشغل او طرق الخدمه الاجتماعيه بالتفصيل، زي طريقه خدمه الفرد وطريقه خدمه الجماعه والتنظيم الاجتماعي او تنظيم المجتمع والتخطيط الاجتماعي بكل الفروع الخاصه به. وكل طريقه من دول او كل طريقه شغل من دول ليها مجالات الشغل بتاعتها الخاصه في مجال سوق العمل، وبالتالي فرصك بتكون اكتر لو انت ركزت اكتر وانت في الكليه. ده بجانب طبعا الدراسه في التخصصات الواضحه، زي مثلا الأسرة والطفولة، تخصص واضح لذاته، الصحة النفسية، الدفاع الاجتماعي، علم الاجتماع الحضري والريفي، وأيضا التخطيط الاجتماعي والاقتصاد والعلوم السياسية. كل دي تخصصات. وهندرس إدارة مؤسسات أو إدارة المؤسسات، وهندرس مجال أو المجال التعليمي ودور الأخصائي الاجتماعي في المجال التعليمي زي المدرسة وخلافه، ورعاية الشباب زي الموجودة في معظم الكليات، ودور الأخصائي الاجتماعي أو هندرس دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية زي النوادي ومؤسسات رعاية الأحداث ومؤسسات العمل الاجتماعي أو المدني، زي مثلا مؤسسات رعاية المعاقين أو العمل مع الفئات الخاصة بشكل عام، في مواد مخصصة للشغل ده. وكذلك مثلا الأمر هندرس الشغل مع المسنين والعمل مع المسنين، أو دور الأيتام وخلافه من كل المؤسسات الاجتماعية اللي ممكن الأخصائي يشتغل فيها، في مواد علمية بتدرس كل الكلام ده. ده طبعا بجانب النظريات الاجتماعية اللي هتدرسها بالتفصيل، وكيفية عمل الأبحاث أو مناهج البحث بالتفصيل الممل. يعني تبقى عندك القدرة انك تعمل بحث اجتماعي او تعمل بحث او تبحث في موضوع معين يشغل المجتمع وتقدر تبحث فيه وتعمل يعني بحث متكامل بداية من المقدمة وصولا الى الخاتمة. كل التفاصيل دي هتتعلمها، وهتتعلم النظريات الاجتماعية وازاي توظفها داخل البحوث الاجتماعية. ده بجانب طبعا المواد التشريعية، هتلاقي عندك مادة لها علاقة بالقانون او التشريعات التي تخص الاخصائي الاجتماعي، زي التشريعات الخاصة بالأسرة، زي التشريعات الخاصة بالمرأة وبالخطبة وبالزواج أو بالجواز، والتشريعات الخاصة بالأطفال وبرعاية الأحداث والمعاقين. كل التشريعات أو القوانين التي تخص شغل الأخصائي هندرسها، وهتلاقي ليها مواد في الكلية. جزء لا يتجزأ من حاجات كتيرة جدا ممكن تلاقيها في الكلية. أتمنى أكون أنا يعني قلت جزء كبير من المواد. طبعا لو أنت عندك الشغف الكامل وأنت بتدرس الحاجات دي، هتكون ممتعة ومفيدة لشخصك قبل ما تكون مفيدة لحياتك المهنية أو شغلك كأخصائي. هل بقى الكلية أو المعهد العالي اللي أنت بتدرس فيه هيسيبك هباء كده مع المواد النظرية ويقول لك مع السلامة أنا علمتك نظري وأنت كمل حياتك؟ لا، هنا بيجي دور الجزء العملي أو التدريب العملي. ومعظم الكليات أو المعاهد على أيامنا كان التدريب من سنة أولى، فيه دلوقتي تدريب من سنة تانية أو تالتة. على كل الأحوال سواء من سنة أولى أو من سنة تالتة أو من تانية، في تدريب عملي بيجمع ما بين الجزء النظري اللي انت درسته وما بين التدريب العملي أو الاحتكاك بالأخصائيين اللي موجودين بالفعل على أرض الواقع. يعني هتروح كل المؤسسات اللي انت درستها، سواء مؤسسات اجتماعية أو جمعيات أو نوادي أو أحداث أو سجون أو أيا كان نوع المؤسسة اللي انت درست فيها أو الطرق اللي انت اتعلمتها، هتلاقي في مؤسسة بتغطي وهتقابل الأخصائي الاجتماعي اللي اوريدي شغال بالفعل في هذه المؤسسة وبيعلمك وبيديك من خبرته. ولو انت أخصائي شاطر أو انت بتدرس بشكل أفضل أو عندك الشطارة، هتبدأ تسأل أسئلة وتفهم أكتر وتتعلم من الأخصائي اللي اوريدي شغال، وبقى عندك معلومات أكتر وخبرة عملية أكتر. كده تقريبا اتكلمنا عن المواد الدراسية أو الدراسة والجزء الخاص بالتدريب.
طب ما تيجي نتكلم بقى عن المؤسسات اللي انت لما تخلص شغلك هتلاقيها. ايه هي المؤسسات وايه هي الاماكن اللي انت ممكن تشتغل فيها بعد ما تخلص؟ اول نوع من المؤسسات او الاماكن اللي بيشتغل فيها الاخصائي هي مؤسسات او دور او جمعيات رعاية الايتام. ودي بيكون فيها الاخصائي الاجتماعي منوط او شغله بيكون مهتم برعاية الايتام او اللي موجودين او الاشخاص الذين يقيمون في هذه المؤسسة، اللي هم بيبقوا ايتام. يعني بيبقى ليهم احتياجات نفسية واجتماعية ومهام انت بتحاول يعني ادوار انت بتحاول تساعدهم فيها طول الوقت بحيث يوصلوا لاعلى مراحل الصحة النفسية والجودة في المعيشة. في اماكن من دي بيكون فيها مبيت للاخصائيين، وما تستناش قوي فكرة الشغل الحكومي. لو بحثت ودورت في الجمعيات هتلاقي دايما بيطلبوا اخصائيين اجتماعيين، خاصة الاخصائيين اللي بيباتوا او بيبقى عندهم فكرة المبيت. تاني مجال او تاني شغل بيشتغل فيه الاخصائي هي مكاتب الشؤون الاجتماعية او وحدات التضامن الاجتماعي او الشغل الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشكل عام. يعني هتلاقي الاخصائي الاجتماعي تقريبا في كل مؤسسة او كل مكتب او كل وحدة من وحدات الشؤون الاجتماعية او التضامن الاجتماعي بتلاقي فيه اخصائي اجتماعي، وله ادوار كتيرة جدا لها علاقة برعاية الاسر ورعاية المنكوبين او اللي عندهم مشاكل او اللي بأسرتهم حالتهم المادية مش ميسورة. والدولة دلوقتي بترعى الموضوع ده باهتمام شديد جدا، زي مشروع تكافل وكرامة طبعا اللي بيقوم بالبحث الاجتماعي واللي بيحدد إذا كان الشخص مستحق للدعم المادي من الوزارة بتاعة التضامن الاجتماعي هو الأخصائي الاجتماعي. ده طبعا موجود، وعادة بيكون الشغل ده حكومي أكتر. المؤسسة رقم 3 معانا وهي السجون ورعاية الأحداث. ودي ببساطة بيكون في أخصائي اجتماعي جوه السجن وجوه المؤسسات أو جوه الأحداث أيضا. يعني ببساطة الأخصائي الاجتماعي بيكون دوره رعاية وتأهيل وجعل الإناث أو الذكور أو بشكل عام الأشخاص اللي موجودين في السجن أو في الأحداث يطلعوا أشخاص يعني مفيدين للمجتمع أكتر، ويحاول يرعاهم ويشوف احتياجاتهم الداخلية واحتياجاتهم الخارجية، ويحاول يعمل لهم تأهيل نفسي واجتماعي، وأيضا قد يصل إلى التأهيل المهني. وبشكل عام موجود برضو دورهم موجود وقوي جدا. وطبعا برضو للأمانة الشغل بتاعهم حكومي أكتر، مش هتلاقي منه شغل خاص لأن مفيش لا سجن خاص ولا أحداث خاصة. المؤسسة الرابعة اللي معانا اللي بيشتغل فيها الأخصائي برضو الاجتماعي هي المؤسسات الرياضية والنوادي الكبرى أو حتى الصغرى. بيكون في اخصائي اجتماعي في معظم النوادي، في جزء اسمه الجزء الاجتماعي في معظم النوادي بيكون دور الاخصائي واضح جدا فيه. بينظم العلاقات الاجتماعيه اللي بتبقى جوه اي نادي، بينظم رحلات، بينظم التجمعات، اي انشطه بيقوم بيها الاعضاء داخل النادي بينظمها الاخصائي الاجتماعي، وله دور مهم جدا. وفي انديه خاصه وفي انديه حكوميه، فالفرصه موجوده في الناحيتين. برضو من ضمن المؤسسات أو الدور أو الجمعيات الكبرى أو المؤسسات الكبرى أو حتى الصغرى مؤسسات رعاية الأطفال والمرأة والمسنين. أي مؤسسة بيكون نشاطها أو هدفها العمل مع أي فئة من الفئات دي لازم وقطعا بيتلاقي فيها أخصائي اجتماعي وبيكون له دور. وطبعا المؤسسات دي منها مؤسسات كبرى كبيرة جدا في مصر، خاصة وحكومية، فأتمنى إنك لو دورت هتلاقي. أيضا من ضمن المجالات المهمة جدا هي المستشفيات وجمعيات مكافحة الأمراض أو الأوبئة أو التعامل مع الأمراض المزمنة، زي مثلا جمعيات مكافحة السرطان. مؤسسة مستشفى 57 دي مؤسسة اجتماعية بتلم تبرعات وليها نشاطات وبيكون فيها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وبيكون لهم نشاطات كبيرة جدا. كذلك الأمر أي مستشفى بتلاقي فيها أخصائي اجتماعي، ودلوقتي فيه تخصص اسمه الأخصائي الاجتماعي المتخصص في الرعاية الطبية أو الطبي أو الأخصائي الاجتماعي الطبي، وليها دبلومة. وحتى مستشفى 57 كانت فاتحة الفترة دبلومة، مش عارف هي موجودة دلوقتي ولا لأ، دبلومة موجودة فيها. وكذلك كل الكليات والمعاهد فيها دبلومة المجال الطبي، فيها ازاي تتعامل مع المستشفيات او مع المرضى وازاي بتأهلهم وخلافه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان المستشفيات برضو فيها جزء خاص وجزء حكومي، بس انت دور وابحث وحدد هدفك انت عايز تعمل ايه. طبعا المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل عام، ودي من اكتر ومن اشهر الادوار اللي موجودة. انا عشان كده ما قلتهاش في الاول. هنلاقي ان الاخصائي الاجتماعي المدرسي موجود تقريبا في كل مدرسة، هتلاقي اخصائي اجتماعي في اي مرحلة دراسية واي مرحلة عمرية، واكيد كلنا احتكينا بيه وعرفنا
قد ايه هو مهم دوره، واحيانا بيكون دوره مهمش، ولكن له دور وله مجال وله شغل سواء في المدارس الحكومية او حتى المدارس الخاصة. برضو من ضمن مجالات العمل هو دور الأخصائي الاجتماعي أو شغل الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأسرة. بيكون بيسموه مستشار اجتماعي أو بيسموه أخصائي اجتماعي أو أخصائي اجتماعي. المفروض يبقى فيه أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي أو الاتنين مع بعض موجودين في معظم محاكم الأسرة. لما بيحصل أو بيكون في قضية لها علاقة بمشاكل بتحصل بين الزوجين، المفروض الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي بيبدأوا يعملوا جلسات أو يعني تأهيل مسبقا لمرحلة أو يسبق مرحلة الانتهاء أو الطلاق أو مرحلة الانفصال. فبالتالي ليهم دور وليهم دور مهم جدا، وأحيانا كتير بيبحثوا الحالات أو الشغل مع الحالات إذا كان في حلول قبل الوصول إلى المرحلة النهائية. وطبعا قطعا مفيش ليها شغل خاص، شغلها حكومي وبرضه موجود. برضه هنلاقي حاجة اسمها رعاية الشباب، ومعظم الكليات أو المعاهد العليا أو حتى أي شغل له علاقة بالمؤسسات التعليمية العليا هتلاقي فيه جزء اسمه رعاية الشباب. زي بالظبط كده المكتب الأخصائي الاجتماعي في المدارس بالظبط بيكون فيه جزء لرعاية الشباب، بيكون فيه أنشطة فردية وأنشطة جماعية وأنشطة مجتمعية وتنظيم مؤتمرات ورحلات وخلافه. الموضوع بيكون له شغل في معظم الكليات والمعاهد، وطبعا زي ما قلنا في شغل خاص وحكومي. في حاجة اسمها مؤسسات الدراسات الاجتماعية والبحوث أو البحوث الاجتماعية والدراسات المجتمعية ودراسة الظواهر. وعادة بيكون شغل اللي فيها أو معظم اللي شغالين فيها أخصائيين، بتعتمد على أدوات البحث زي الاستمارات والاستبيانات وخلافه من أدوات البحث كاملة. يعني دراسة ظاهرة موجودة في أي مجتمع أو أي بيئة أو أي محافظة أو أي مكان أو أي ظاهرة بتطرأ على المجتمع، بيكون الناس دول قادرين على قياس هذه الظاهرة أو هذه المشكلة أو التعامل معها، أو حتى قياس مدى الرضاء عن أي مشكلة أو عن أي أداء لأي حاجة مؤسسة كانت أو أداء شخص معين. فبالتالي مهم جدا دورهم وشغلهم موجود على مدار السنين. يعني بتلاقي فيه مؤسسات قائمة بذاتها شغلها كده فقط. بتلاقي معظم الصحفيين أو أنا آسف دور النشر أو تحديدا الجرايد الكبرى الإلكترونية أو غير الإلكترونية بيكون ليها جزء أو نشاط له علاقة بالجزء الدراسات الاجتماعية والبحوث اللي لها علاقة بدراسة المجتمع بشكل عام. من الحاجات المهمة جدا وده مجال شغلي أنا شخصيا هي مؤسسات وجمعيات ودور ومراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات الخاصة. وده دور مهم جدا، وفي دراسة أصلا اوريدي بتدرسها أثناء الكلية لرعاية ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة أو بنسميهم الفئات الخاصة اللي هم بيشملوا المعاقين والموهوبين. كمان ممكن تعمل دراسات فيها عليا أو دراسات عليا فيها سواء بقى دبلومة أو تصل إلى الماجستير أو الدكتوراه في أي مجال من المجالات دي. وليها شغل اوريدي موجود في جمعيات وفي مؤسسات وفي مراكز وفي مستشفيات بتشمل رعاية كل ذوي الهمم أو الفئات الخاصة. وبرضه موجود منهم شغل حكومي وشغل خاص، وركز على الشغل الخاص في كل اللي أنا قلته. ما تستناش شغل حكومي إلا إذا جالك وجات لك الفرصة امسك فيها بإيدك واسنانك، لكن ما تستناش. حاجة اسمها مكاتب المراقبة الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، وهتتفاجئوا ان المكاتب دي موجودة في معظم مراكز مصر. قد يكون نشاطها مش واضح قوي، لكن برضو اللي بيشتغل فيها اخصائيين اجتماعيين موجودة. ودي طبعا شغل حكومي له علاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبترعى المطلقين او المطلقات انا اسف والاطفال الايتام اللي مع اسرة مثلا الام ما فيش مصدر للدخل وهكذا. فبيحصل تدخل او بيحصل رعاية او بيحصل طريقة ما من خلالها بيتم رعاية الدفاع او رعاية الاسرة، هذه الاسرة وكذلك الاسر اللي بينها مشاكل وحصل طلاق وخلافه. فبالتالي ليهم دور واضح وشغل الاخصائي الاجتماعي موجود فيهم. طبعا مفيش منهم شغل غير حكومي زي ما انا قلت. كذلك هتلاقي برضو شغل الاخصائي الاجتماعي في المؤسسات الكبرى او المصانع الكبرى او الشركات الكبرى. ممكن تلاقي دور او بيشتغل في قسم العلاقات العامة او بيشتغل في اخصائي اجتماعي قائم بذاته بيشتغل بيبقى له علاقة بتنظيم العمل الداخلي بين الموظفين ورعاية نفسياتهم والجزء الاجتماعي من خلالهم وقياس الاداء بتاعهم وخلافه. فله شغل مهم جدا الاخصائي الاجتماعي داخل المؤسسات الكبرى. وقد يكون برضو له دور مهم جدا في خدمة العملاء او التعامل مع العملاء، لانه هو اكتر شخص
يقدر يتعامل مع العملاء نتيجة دراسته المهمة جدا اللي درست الجزء النفسي والاجتماعي لأي عميل بشكل عام. لو انت وصلت للجزء ده في الفيديو فانت بطل ووصلت مهتم. فاذا وصلت للجزء ده فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وتعالى نكمل اهم جزء في الفيديو انا سايبه للاخر. لو عندك استفسار طبعا ما تستناش واكتبه في التعليقات. الجزء الاهم والجزء المنتظر، كيفية بقى الشغل. كل المؤسسات اللي انا قلتها دي كانت حلوة قوي، وفي حاجات انا قلتها وحاجات قد يكون ما قلتهاش، ولكن ازاي اشتغل في اي مؤسسة من المؤسسات السابقة؟ اول حاجة لازم تفهمها ان في منافسة شرسة جدا. تخيل انك دفعة مثلا وليكن 3000 من كل كلية او من كل معهد او اكتر، وقد يكون اكتر وده بيحصل يعني. الدفعة كبيرة، تخيل كل سنة بيطلع هذا العدد. هل بقى الشغل بيسمح بكل ده؟ المنافسة بتكون شرسة، لازم تكون قادر انك تنافس، لازم تكون مميز، سواء بقى انك بتعمل دراسات عليا، انك بتثقل مهاراتك اثناء الدراسة بالكورسات المهمة اللي لها علاقة بالمجال اللي انت محدده اوريدي وهتشتغل فيه. المهارات العادية خالص او السوفت سكيلز، انك تبقى عندك حد ادنى من المهارات انك تتعلمها، سواء خاصة باللغة او المهارات الشخصية بتاعتك او حتى المهارات الخاصة باستخدام الكمبيوتر. فبالتالي انت محتاج انك تشتغل على نفسك وتثقل مهاراتك قبل التخرج، مش تستنى لما تتخرج وتبدأ تدور هتعمل ايه. عشان تبقى فرصتك احسن لازم تبتدي من بدري. ممكن بعد ما تخلص تبدأ تعمل دراساتك العليا وتبقى شاطر بقى قوي وتفكر تكمل دراسات عليا، وطبعا وقطعا بتدعمك حتى لو ما اشتغلتش بيها، بس بتقويك، بتديك خبرة، بتعلمك. اثناء الكلية تهتم بالجزء النظري وتذاكر، ان ما كانش عشان تنجح في الكلية فعشان تعرف تشتغل، ان ما كانش عشان تعرف تشتغل فعشان تهتم بنفسك وتتعلم. تعلم من نفسك يعني. حاجة كمان، ما ترميش الكتب. يعني مش سنة تخلص عليك رميت الكتب، احاول تحتفظ بكتبك لحد ما تخلص وتعمل مكتبة منها يا سيدي. احتفظ بكتبك هتحتاجها صدقني. كل كتاب من اللي انت كنت مش مهتم بيه قد يكون الكتاب ده محتاج تدور عليه بعد ما تخلص، سواء هتعمل دراسات عليا، سواء هتشتغل وتحتاج لمرجع، سواء. ما ترميش الكتب. يا ريت تحدد وتهتم جدا من مرحلة الدراسة من سنة أولى حتى أو من تانية، تبقى محدد ومهتم بمجال معين ومركز فيه أكتر ومدي طاقة أكتر وبتاخد فيه كورسات أكتر، فبالتالي تدي فيه أكتر. نقول كده بشكل مختصر، تهتم بالمذاكرة بتاعتك وبالكتب، وبالكتب ما ترميهاش، وتهتم وتحدد المجال اللي انت حابب تكمل فيه وتبدأ تاخد فيه الكورسات بتاعتك في التخصص والكورسات الخاصة بالمهارات واللغة والكمبيوتر. تبدأ بعد ما تخلص تحاول تعمل دراسات عليا، سواء دبلومة أو الماجستير أو الماستر يعني، وصولا للدكتوراه انت وشطارتك وانت وقوتك. تحاول تعمل الحاجات دي عشان دي بتزود فرصك بشكل كبير جدا، انك تبقى عندك فرص اكتر انك تنافس وتقدر تشتغل في وسط الكم الهائل اللي بيطلع من الناس اللي خارجين الكلية. خلينا نتكلم عن المرتبات او الاجور الخاصة بالاخصائي الاجتماعي. لو بنتكلم عن اجر اي اخصائي اجتماعي في اي مؤسسة حكومية فهو بيتطبق عليه الحد الادنى زيه زي اي موظف حكومي. اعتقد الحد الادنى دلوقتي وصل الى 6000 جنيه، يعني ممكن تاخد في رينج 5000 جنيه بعد الاستقطاعات اللي بتتاخد منك. لو انت بتشتغل في مؤسسة حكومية هتلاقي الراتب بتاعك بيبدأ من 3000 جنيه وصولا الى ارقام خرافية لو انت في ليفل الوحش. كل ما تكون شغال على نفسك اكتر وعندك امكانيات اكتر كل ما بترشحك وبتبقى اكتر واقوى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عشان تبقى من الذين يعلمون لازم تذاكر وتبقى قوي في اخذك للمعلومة، ما تستناش ان حد يديك المعلومة بالمعلقة. وطبعا هتبقى مميز. ولو وصلت لنهاية الفيديو اعتقد انت مهتم جدا، وانت اعتقد هتنجح لو انت كان عندك الارادة والامل. اشوفكم في فيديو قادم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتدعموا الفيديو وتقولوا لي في التعليقات ايه اللي نفسكم تعرفوه الفيديو الجاي. كان معاكم احمد جمال، سلام.